بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الجمال على الناس اللي بتشوفنا النهاردة. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم طاسة السعادة، عبارة عن سجق ولحمة متشوحين كده بالتوابل. اكلة هتقلب ريحة البيت واحسن من اكل المحلات والعربيات. يلا نشوف بقى عملناها ازاي. هنحط الطاسة بتاعتنا على البوتاجاز، هنحط فيها شوية زيت، ودي قطع من اللية. لو الطاسة بتاعتك تيفال بلاش تحطي زيت، انا حطيت الزيت علشان خفت اللي هي تلزق في الطاسة. هنبتدي بقى نشوح اللي بتاعتنا كده لحد ما تحمر وتاخد لون معانا بالشكل ده. احنا بقى زمان كنا بنجيب اللية ديت وكنا بنحمرها كده وبنحط عليها ملح وفلفل، وكنا بنحطها في العيش وناكلها. فمش عارفة في حد كان بيعمل زينا كده ولا ايه. المهم هنا اللية بتاعتنا احمرت، هنبتدي بقى نطلعها كده من الطاسة. وبعد كده بقى هننزل باللحمة بتاعتنا، اللحمة دي لحمة شاورما. هنبتدي برضو نخليها نشوحها كده في اللية لحد ما تاخد لون. على فكرة يا جماعة الأكلة دي اقتصادية وما كلفتنيش كتير، يعني بالكتير كان 180 أو 190، مش فاكرة والله بالظبط. لأني طبعا أنا جايبة الحاجات دي من فتح الله، مش جايباها من الجزار. لأني طبعا ابني كل شوية يقول لي يا ماما عايزين ناكل طاسة السعادة. فقلت أعمل ايه بقى، قلت أروح بقى فتح الله وأجيب منه من كل حاجة ربع كيلو كده وأعملها للولد طالما نفسه فيها، لأني طبعا التكلفة من عند الجزار كانت هتبقى عالية. هنا بقى نزلنا بالسجق بتاعنا برضو عشان ياخد لون، هنبتدي برضو نحمره كده. يعني احنا بنحمر كل حاجة لوحديها. اول حاجة نزلنا باللحمة خدت صدمة كده واحمرت، وبعد كده نزلنا بالسجق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، خد لون واحمر برضو. دلوقتي هنطلعه برضو من الطاسة كده، وده شكله معانا اهوت لما احمر. طبعا الريحة تحفة واللية دي خطيرة في الاكل، جربيها وكمان صحية، يعني مفيدة كمان عن السمنة والزيت. ده شكل السجق معانا، هنبتدي بقى نخرجه كده من الطاسة. هي بصراحة الأكلة تستحق التجربة، هي طعمها رهيب فعلا. هنبتدي بقى نطلع السجق بالشكل ده، وبعد كده بقى هننزل بقى بالكفتة بتاعتنا. الكفتة دي كانت عبارة عن لحمة مفرومة، طبعا كنت جايباها برضو. انا جايبة من كل حاجة ربع كيلو بس. جبت اللحمة طبعا وبشرت بصل وصفيته من المية بتاعته، وحطيته على اللحمة، وحطيت لها ملح وفلفل وشوية من الكوبيبة الصيني وخضرة، وعملتها كورتها. بس اهم حاجة ان انتي تسمغيها كويس عشان ما تفكش منك وتبقى بالشكل ده. وده شكلها معانا برضو، هنحمرها كده اهوت في اللية بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الكفتة دي طعمها رهيب، لو حابة تعمليها لوحديها هتبقى جميلة مع مكرونة. بجد جميلة خالص. دينا حمرنا الكفتة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. هنبتدي برضو نطلع الكفتة بتاعتنا كده بعد ما حمرت. هي الوصفة دي سهلة وبسيطة وما فيهاش حاجة، مش هتاخد معاكي وقت، وهي طبعا بتتاكل سخنة. اهم حاجة بقى تعمليها وتاكليها على طول كده في البرد دوت، وبالهنا والشفا. كده بقى طلعنا الكفتة بتاعتنا. بعد كده بقى هيبقى معانا طماطم، معانا فلفل اخضر وفلفل حامي. لو عايزة تستغني عن الفلفل الحامي مفيش مشكلة، استغني عنه. هناخد بس تشويحة كده معانا في اللية برضو. بعد كده معانا بقى طماطم مقطعينها، هننزل بيها ونبدأ نشوحها لحد بقى ما تاخد لون كده حلو وتعمل صوص حلو كده بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي زي ما احنا شايفين. وطبعا الريحة بتبقى خطيرة، اللي هي عاملة شغل جامد بصراحة، تحفة تحفة يعني. بعد كده بقى هننزل بالكبدة، لان الكبدة مش بتاخد سوا فخليناها في الاخر. يا دوبك كده اول ما تاخد لون هنيجي قلبينها على الجنب التاني بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. لو حابه تحط لها توم، انا صراحه ما حطيتش توم، بس لو حابه تحط لها توم حط لها، هيديها نكهه حلوه برضو. بعد كده بعد ما حمرنا بقى الكبده بالشكل ده هنبدا بقى ننزل ببقيه المكونات بتاعتنا اللي هي الكفته، ودي اللي هي طبعا والكبده والسجق. ما اقولكوش بقى يعني بصراحه الطعم والريحه كانت رهيبه. والولاد اول ما شافوا شموا الريحه ما بقوش مستنيين وقاعدين يقولوا لي يلا يا ماما بقى يلا. وده شكلها معانا طاسة السعادة. هنبتدي بقى نحط لها التوابل بتاعتنا، مش هتاخد توابل كتير طبعا لان السجق فيه توابل.
والكفتة برضو حطينلها ملح وفلفل وكوبيبة صيني، فحطينا ملح وفلفل بس. وعلى فكرة الكوبيبة الصيني دي جميلة قوي، تستخدميها في الاكلات بتاعتك، هتديكي نكهة وريحة جميلة. وده شكل الطاسة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه الجميل التحفة. والريحة طبعا ما اقولكوش عليها، تجنن والله، احلى من بتاعة المحلات والعربيات اللي بره. وهنا بقى ايه، هنبتدي نغرفها بالشكل ده. جهزنا الطبق بتاعنا وهننزل بالوصفة بتاعتنا الجميلة ديت زي ما احنا شايفين كده. الشكل يتحدث عن نفسه، بجد رهيبة. هما بيكتروا لها اللي اكتر من كده، بس احنا بقى طبعا عاملين اكلة اقتصادية، فكده كويس قوي، مش هنكتر ليا اكتر من كده. على فكرة انا جايبة برضو نص كيلو ليا، عامل 110. طبعا ما حطيتهوش كله ده، انا يدوبك اخدت منه حتة والباقي شيلته، طبعا هستخدمه في الاكلات بعد كده ان شاء الله. وده شكل وصفتنا النهاردة، جربوها وان شاء الله تعجبكم يا رب. وان عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على خير ان شاء الله.